شكرا حسين. في هذه اللحظات يسعدنا أن ينضم معنا الإعلامي القطري القدير محمد سعدون الكواري. سعدون، رحب بك معنا في البداية في قناة عمان الرياضية، وأبدأ معك من الحلم الكبير اللي انتظرناه لسنوات طويلة، كأس العالم أقيم على أرض قطر في نسخة استثنائية تاريخية، ولم يعد يفصلنا عن النهائي سوى خطوة بعد مباراة اليوم. حدثني عن البطولة، عن إقامتها، عن الحلم اللي انتظرناه طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك لكل أهلنا وأخواننا في سلطنة عمان. بالنسبة لنا كعرب تجربة فعلا استثنائية، تجربة فريدة من نوعها. حلم وأمنية. يمكن لو تكلمت مع أي شخص عربي قبل 15-20 سنة وقلت له كأس العالم بيصير في الوطن العربي، بيقول لك أنت حلمان يعني. فإنها تقام ونكون إحنا شاهدين عليها كعرب. نشوف المنتخبات هذه، نشوف أكثر من مليون مليون ونص جاوا من مختلف أنواع العالم. تجمعنا كرة القدم في بلد صغيرة جغرافيا، كبيرة بعطائها، كبيرة بقلبها اللي كان مفتوح للجميع في هذه النسخة. فأعتقد نحن محظوظين. يمكن أنا على المستوى الشخصي هذا رابع مونديال أغطيه يعني في أرض الحدث، بعد جنوب أفريقيا، البرازيل وروسيا. وبالنسبة لي هذه فعلا تجربة فريدة من نوعها، مش بس لأنها أقيمت في بلادي، لكن كمية الكورة اللي عشناها والمتعة والتنقل بين الملاعب، السلاسة، السهولة في المواصلات، تجربة اللاعب نفسه اللي كانت مهيئة أولا لوجود المباراة في المباريات كلها في تقريبا بداية السيزون، بعد 3 شهور من بداية الموسم. فكلهم كانوا في حالة بدنية عالية، إقامتهم في مقر إقامة واحد طول البطولة، عدم استخدام طائرات، مطارات اللي كنا نعاني فيها صراحة في السابق، 2000 و3000 و4000 كيلو بين ملعب. هذه كلها ذابت البطولة هذه. ففعلا استمتعنا بتجربة ثرية وفريدة من نوعها حتى الآن ولله الحمد. الحمد لله. والحقيقة الإشادات تأتي من الكل. نتكلم عن المستديرة الآن. بالأمس الأرجنتين تغلبت على كرواتيا بثلاثية، ميسي يواصل تألقه. رأيك في ميسي وفي الأرجنتين أيضا في هذا المونديال؟ أول شيء أنا أشكر مشجع العماني الشهير في البطولة هذه اللي أمس لبس كرواتيا، وشفته أمس المباراة وقلت له شكرا لك لبست كرواتيا، لأن صارت قاعدة أي منتخب هو يلبسه يخسر. فأنا على المستوى الشخصي يعني من محبين ميسي ومن محبين برشلونة، بالذات ريفالدو اللي اليوم قابلته أخيرا بعد 25 سنة، وأنا أتمنى أقابله اليوم الصبح يعني فطرت معه. فكنت سعيد لميسي، كنت أتمنى نهائي برتغالي أرجنتيني عشان يفوز اما ميسي او رونالدو بكاس العالم. وبالنسبه لي كان هذا هو قمه الانصاف في كره القدم، ان نشوف هالاثنين اللي 15-20 سنه في الهاي ليفل يتنافسون اخيرا على كاس العالم ويفوز واحد منهم. وهذا ما صار، لان الحياه مش دائما عادله، ممكن تنصفك في اشياء وما تنصفك في اشياء، والكمال لله. فوجود ميسي في الفاينل بحد ذاته جزء من اسباب كثيره لانجاح هذه النسخه. ما كنت اتمنى اشوف كرواتيا، ولا كنت اتمنى اشوف كرواتيا فرنسا في عاده لنهائي روسيا. فوجود ميسي خلى النهائي ناجح، سواء مع فرنسا او مع المغرب بيكون نهائي تاريخي. اتمنى اكيد مع المغرب باذن الله. طيب اخيرا، فرنسا والمغرب اليوم، كيف شايف هذا اللقاء؟ اول شيء منتخب مغربي خلى طموحنا عالي وعالي جدا، واكد لنا مباراه بعد اخرى ان مواجهه منتخب المغربي لاي منتخب كبير أوروبي هي مباراة 50-50. شفنا الشيء مع بلجيكا، شفناه مع كرواتيا، شفناه مع إسبانيا، وشفناه مع البرتغال. فأنا بالنسبة لي مع أن الكل تقريبا يجمع لنا في أفضلية واضحة لفرنسا، النجوم والتاريخ وحامل لقب، أنا أشوفها مباراة 50-50. وأتمنى بإذن الله تعالى أن المغرب تفوز اليوم. وأنا سعيد أن أوكلت لي مهمة تقديم استوديو مباراة السيمي فاينل للمغرب، وهذه رابع مباراة على التوالي أقدمها المغرب، فالثلاثة فازوا، فإن شاء الله يكون فالخير عليهم اليوم ويفوزون ويروحون النهائي بإذن الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا أبو سعد. عفوا، تحية لك مرة ثانية، ومنورينا سواء كإعلام عماني أو ككثير من الشعب العماني اللي موجود يستمتع بالبطولة هذه، وإن شاء الله نشوفكم على خير. إن شاء الله. شكرا جزيلا. إذا حسين، هكذا كان حديث الإعلامي القطري القدير محمد سعدون الكواري. عودة لك من جديد.